يا دكتور انا زهقت من المينوكسيديل، فيا ترى هرجع استخدمه تاني بعد العمليه ولا لا؟ تعالوا نشرح لك. بصوا يا جماعه، خلونا نتخيل ان في شخص عنده حوالي 100,000 شعرايه. ال100,000 دول هنقسمهم نصين. في واحد عنده صلع وراثي وليكن من الدرجة الخامسة، يعني تقريبا نص الشعر اللي في راسه مصاب بالصلع، فهنقول ان في 50,000 بصيلة مصابين و50,000 ده مصاب وده سليم. يعني ايه بقى مصاب يا جماعة؟ ده شكل الشعرية تحت الجلد، وده شكل الشعرية برضو تحت الجلد. الشعرية دي عليها مستقبل لهرمون الذكورة اللي هو بيروح يمسك فيه، والشعرية دي مش عليها مستقبل. هرمون الذكورة ده اللي هو التستوستيرون قبل البلوغ بيكون غير نشط، لما بيحصل البلوغ بيتحول للصورة النشطة بتاعته اللي اسمها داي هيدرو تستوستيرون عن طريق انزيم معين اسمه 5 الفا ريدكتيز. طيب بعد كده الهرمون ده بيروح يمسك في الريسبتور ده فيخلي الشعرية دي تضعف ثم تموت كل سنة. وليكن لو جينا نقول مثلا نتوقع ان احنا كل سنة بنفقد 1000 شعراية وانا عندي 20 سنة، ثم 1000 وانا عندي 21 سنة، ثم 1000 وانا عندي 22 سنة، وهكذا بقى. فيجي واحد لما وصل ل 20 سنة وخسر ال1000 شعراية دول يروح يكشف عند الدكتور، فالدكتور يقول له انت عندك صلع وراثي لازم تاخد علاج. طب ليه بقى العلاج لازم تمشي عليه مدى الحياة؟ هل احنا عندنا هنا الراجل او الذكر عنده هرمون الذكورة، هل في راجل في الدنيا يحب ان هرمون الذكورة بتاعه ده يختفي من جسمه؟ اكيد لا. طيب هل الريسبتور اللي على البصيلة ده هيختفي منها او هيشيل او هيروح منها الا اذا ماتت؟ اكيد لا. يبقى احنا محتاجين نحط هنا حاجز يمنع من وصول الدي اتش تي للشعرايه عشان ما يحصلش فيها الصلع الوراثي. يبقى دي الاحتمال رقم واحد. او ان انا اوقف نشاط التستوستيرون اللي ما يتحولش للدايهيدروستيرون عن طريق علاج اخر. في الحالتين انا لازم اوقف يا اما الدي اتش تي يا اما اوقف الصلع الوراثي. طب لو انا جيت اخدت العلاج وانا صغير مثلا انا عندي صلع وراثي، صلع شعري يموت، فانا عايز اوقف الدايره دي، لازم اخد علاج يوقف الدايره دي زي ما شرحت. فالعلاج هنا لازم يكون مدى الحياه، يا اما نتخلص من هرمون الذكوره يا اما ناخد علاج مدى الحياه يوقف لنا هذا النشاط. في واحد بيبقى عنده صلع من الدرجه الاولى وصلع من الدرجه الثانيه، يعني لو واحد صلع من الدرجه الاولى بيبقى عنده وليكن من 100,000 10,000 او 5,000 شعرايه. فال 5,000 دول لما يقعهم هو لو زرع مكانهم مش هيحصل حاجه. طب فكره الزراعه بتيجي منين بقى؟ انا هنا عندي لسه 50,000، 50,000 دول مش هيموتوا عمرهم، فبدل ما هم موجودين في المنطقه المانحه انا بشيل منهم 10,000 خلاص واخدهم هناك، يتبقى هنا 40,000. وال10,000 دول ازرع بيهم بقى الرسمه حسب الشكل المثالي، يا اما اعمل خط الشعر اللي هو مسحوب شويه من الجنبين، يا اما واقف لحد هنا كده يبقى انا وصلت الشعر المزروع بالشعر غير مزروع، يا اما ان انا هزرع جزء من الراس اكبر شويه واسيب المنطقه اللي ورا فاضيه. فالقصه كلها يا جماعه في الزراعه ان هي بتعتمد على الجرافتات اللي مش مصابه بالصلع. طب لو واحد عنده منطقته المنحه ضعيفه والجرافتات اللي فيها هم 20,000 بس ولا 10,000 بس مش هياخد نتيجه كويسه. يبقى موضوع انا هستخدم المينوكسيديل مدى الحياه بعد العمليه من عدمه مش بايدي كدكتور. ما هيجي حد يقول لي انا عاوز استخدم المينوكسيديل لفتره مؤقته بعد العمليه، ده شيء انا ما اقدرش اقول لك هتعمله او مش هتعمله، ده حاجه محسومه ومعتمده على طبيعه جسمك وطبيعه البصيلات في جسمك. هل هي كتير اللي مصاب بالصلع ولا مش كتير؟ هل المنطقه المنحه فيها عدد كبير جدا اقدر اخد من غير ما يتاثر ولا لا؟ اظن ان انا شرحت كده شرح وافي وكافي فيما يخص المينوكسيديل. كل سنه وانتم طيبين.